عبد الفتاح الطوخي الساحر اللي اتعرف باسم وريث إبليس، وده لأنه كان بيتعلم السحر من الشيطان بنفسه مش من حد عادي. وكان في المقابل إن هو يطلع سحرة كتير جدا وينشر السحر في مصر. عارفين بقى الحسين الفلكي اللي هو كان من أشهر السحرة، ودخل كمان العزيمة البرهاطية وقالها في فيلم عاد لينتقم. أهو بقى عبد الفتاح الطوخي ده اللي كان معلمه السحر. أهلا بيكم، أنا ولاء شريف وده برنامجي طلسم. يلا بينا نسمع حلقة النهاردة، ولكن قبل ما نبدأ صلوا على النبي في الكومنتات ويلا بينا. أكيد سمعتوا عن الحسين الفلكي. الحسين الفلكي اللي طلع في فيلم عاد لينتقم لعزة العلي، واللي المفروض إن هو كان هيقول أي تعويذة وخلاص، وده طبعا علشان بس مصداقية المشهد في الفيلم، واللي هو طبعا كان معروف إن هو ساحر مشهور، الناس كانت عارفاه. لكن المرعب بقى إن الحسين الفلكي ما كانش أمين بالمرة، لأنه بدل ما كان هيقول أي تعويذة والسلام قال لهم أخطر تعويذة، وهي كانت العزيمة البرهطية، واللي تعتبر من أخطر العزايم اللي كانت ممكن تتقال. وساعتها كان هو سبب في أذى ناس كتيرة جدا، سواء من الناس اللي واقفة ورا كاميرات التصوير أو الناس اللي شغالة في البلاتو كله. الراجل ده كان ساحر تقيل جدا، كان عنده جبروت فظيع جدا، كان بيعمل حاجات ما يتخيلهاش أي إنسان. وكمان كان من في ناس تقيلة كانت بتروح ليه وكانت بتستعين بيه في أمور كتير. ومن فظاعته كان بيعمل أعمال للجن ذات نفسه، ده لو رفض إنه ينفذه ليه أمر. ولو متعرفوش بقى الطريقة اللي مات بيها، فهي تعتبر من أفظع الطرق، لأن مراته دخلت عليه ولقيته مرمي على الأرض وباصص للسقف، وعينه مفتوحة جامد قوي وبقه مفتوح، وفي سائل أسود كان بيبقى نازل من عينه وبقه، وكان في زي بقعة سودة كده موجودة في السقف، وكأنه شاف حاجة هي اللي خلصت عليه. بس السؤال هنا هو اتعلم السحر ده ازاي ومن مين؟ الإجابة بقى على السؤال ده وبكل بساطة هو عبد الفتاح الطوخي. جايز الاسم ده ما سمعتوش عنه قبل كده، لكن اللي لازم تعرفوه إن هو أخطر السحرة، وهو اللي علم السحرة اللي في مصر. وكمان لو قابلت انت كده دجال مشهور أو مشعوذ حقيقي هتلاقي وراه اسم عبد الفتاح الطوخي. الطوخي كان بيعلم الناس في معهد على اسمه، والغرض من اللي كان بيعمله ده إن هو ينشر السحر ويعلم سحرة كتير. فبقى في ناس هنا قالت إن هو عامل عهد مع الشيطان إن هو ينفذ ده ويطلع سحرة كتير جدا لمصر، وفي اللي قال إن هو كان جاي مصر أصلا محدوف عليها، بمعنى تاني إن في حد هو اللي خلاه يعمل كده بالقصد ويدخل السحر للمجتمع المصري. طب التوخ اتعلم السحر امتى وفين وازاي؟ هو ده اللي هنقوله دلوقتي. التوخي لما كان عيل صغير كان بيدرس في الأزهر، ساعتها كانت كل اهتماماته وتركيزه كانت لعلوم الفلك والأرقام والجداول والسحر والحاجات الدجالية دي اللي بيقولوا عليها روحانيات. الغريب بقى في الكلام ده إن إزاي واحد زي الطوخي بيدرس في الأزهر واهتماماته تكون رايحة لطريق زي ده. المهم الطوخي فضل في الطريق بتاعه وفضل يتعمق فيه لحد ما عرف عنه حاجات كتيرة جدا، وبالفعل الطوخي بقى ساحر وبدأ يشتغل بسحره ما بين الناس. الطوخي كان بيقدر يوصل للمناصب الكبيرة اللي في الدولة، وكان بيتعامل معاهم، وكان بيقول ليهم إن هو هيحصل ليهم كذا وكذا، وهيتم برضو ليهم كذا وكذا. فبقى اللي كان بيصدق من كتر الحاجات اللي كان بيقولها وبتحصل، واللي كان بيقول إنه بينجم. المهم عبد الفتاح الطوخي قرر إن هو هيظهر نفسه قدام المجتمع كله كعالم فلك،
والغريب إن كل الناس فعلا وقتها صدقوا إن هو فعلا عالم فلك وبيمتلك علم كبير جدا، لدرجة إن هو عمل معهد باسمه وسماه معهد الطوخي لعلوم الفلك. وبالفعل بدأ المعهد يستقبل طلبة كتير على أساس إن هما هيتعلموا علوم عادية، ولكن اللي كان بيحصل كان عكس كل ده، لأن الطوخي كان بيعلمهم السحر زي قراءة الكف، وإزاي يتعاملوا مع القرين، وإزاي يتعاملوا مع الشياطين ويتحكموا فيهم. وبما إن الكلام ده كله في جزء كبير مربوط بعلوم الفلك، ففي ناس كتير ما كانتش تعرف إن اللي بيعمله الراجل ده كان سحر صريح. وتمر الأيام، وبعد ثورة 1952 يطلع مجموعة من الشيوخ ويصرحوا إن اللي بيتعمل ده داخل معهد الطوخي سحر. وبالفعل فضلوا يسخنوا الطلبة وأهاليهم، وقالوا إن هو بيعلمهم حاجات غلط، لحد ما كل الناس بعدت عنه والمعهد اتقفل. ويلجأ بعد كده الطوخي لحاجة تانية خالص، وهي إن هو بدأ يلم كل العلوم السحرية بتاعته دي ويحطها في كتب، وما كانش بيحتفظ بيها لنفسه ولا كان حتى بيديها لحد قرايبه، لا طبعا، ده كان بيكتبها وبينزلها في المكتبات، لحد ما وصل عدد الكتب بتاعته لأكتر من 80 كتاب. 80 كتاب بيتكلم فيهم عن السحر. ومن ضمن الكتب دي كتاب عن كيفية الرصد الفلكي الصحيح، وكتاب بيتكلم عن علوم الفلك وعلاقتها بالسحر، يعني إن هو أفضل وقت للسحر بيكون إمتى، علشان طبعا يتعمل فيه العمل مقارنة بموقع الشمس والكواكب التانية. وبرضو السحر بتاعه ركز على سحر جلب الحبيب، زي ما بنقول كده وزي ما بنسمع الأيام دي. كان عامل سحر بيعتمد على جلب الحبيب وتسخير الشياطين بقى اللي هم بيروحوا يجيبوا العاشق من دول، ويبدأ الكلام الغريب اللي هو بيعمله وبنسمع عنه وبيحصل دلوقتي قدامنا في الإعلانات علني. وكمان من ضمن الكتب دي كتاب بيتكلم عن إزاي تقعد لوحدك وتقدر تحضر شيطان. مش بس كده، ده كمان بيشرح فيه بالتفاصيل كل حاجة. وكمان اتكلم عن قراءة الكف والفنجان وقراءة لغة الجسد. ولو فضلنا نتكلم عن كتب الطوخي فاحنا هنتكلم للصبح ومش هتخلص، بس لو عاوزين تعرفوا أشهر الكتب بتاعته فخدوا عندكم: دليل الحيران في طالع الإنسان، تسخير الجان لمنفعة الإنسان، مدهش الألباب في أسرار الحروف، والسحر الجبار لكل محتار بالأحكام والأشعار. وده جزء بسيط زي ما قلت لكم من كتب الطوخي اللي معظمها ترجم للغة الإنجليزية، وده لأن الكتب بتاعته كانت لها قيمة كبيرة جدا بالنسبة لناس كتير. الغريبة بقى إن نهاية عبد الفتاح الطوخي كانت بسبب شطارته الزايدة جدا في السحر. هتقولوا إزاي؟ هقول لكم. لأن عبد الفتاح الطوخي جه في يوم من الأيام وراح لواحد من القادة في مصر وبلغه إن النهاية بتاعته قربت وهيموت مسموم، وإن في محاولة لاغتياله. في الوقت ده الزعيم المصري اتعصب جدا وأمر بالقبض على عبد الفتاح الطوخي ويدخل الطوخي السجن. وبالفعل بعد فترة الزعيم المصري ده اتسمم وفعلا تم اغتياله. وقتها هنا طلعوا الطوخي من السجن ويموت الطوخي. مات وهو سايب أثر سحر كبير جدا، وكمان ساب مجموعة كتب كبيرة جدا، والكتاب الواحد منهم سعره بيوصل دلوقتي لآلاف الجنيهات. برغم ان الطوخي كتب مجموعة كبيرة من كتب السحر، إلا ان كتاب شمس المعارف الكبرى ليه شهرة كبيرة جدا عنه. وأكيد انتوا طبعا سمعتوا عن كتاب ده. كتاب ليه قصص وحكايات مرعبة كتيرة جدا. إن شاء الله هيكون لنا لقاء في حلقة بقى جديدة هنتكلم فيها عن البوني صاحب كتاب شمس المعارف الكبرى، ونسمع كمان مع بعض القصص المرعبة والغريبة اللي حصلت
للناس اللي كان معاهم الكتاب ده. ولحد هنا احنا وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة. أرجو الحلقة تكون عجبتكم، في انتظار دعمكم كمان للقناة باللايك والشير والاشتراك بالقناة، وياريت لو تفعلوا معاكم زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم إشعار بكل حلقة جديدة بتوصل لكم. وطبعا احنا على اتفقنا من أول الحلقة إن احنا هنصلي على الرسول الكريم في الكومنتات. كنتم مع ولاء شريف. سلام.